وكده يكون الطريقة بتاعتنا خلصت. يا رب تكون عجبتكم. عملنا النهاردة فيليه سمك. بصوا مقرمش جدا، سامعين؟ ومن جوه مستوي. بصوا طعمه يجنن. انا مش قادره بس امسكه عشان هو سخن جامد. بصوا الكفر بتاعه ولا ساب ولا اي حاجه تكون تمام. وعملنا جنبه رز. وكده ده الفيديو بتاعنا يكون خلص. ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منه كل جديد. وهاني وحسين بيقولوا لكم حطوا لايك واشتراك في القناه عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديده. ونقدر نقول لكم مع السلامه. تنسوش تجربوا الطريقه وتكتبوا لي رايكم في الكومنتات. وان شاء الله بينا مع السلامه. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم حبايبي. عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. احنا النهارده معانا سمك فيليه. ده كيلو سمك تمام. هنبدا نتبله مع بعضينا ويلا بينا نشوف هنعمل الطريقه دي ازاي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هبدا انزل بمعلقه بابريكا كده ومعلقه كمون كبيره كده تمام. حابه تحطي شطه حطي، انا عندي اطفال فما بحطش شطه تمام. وهبدا انزل كده بشويه فلفل اسود ومعلقه بهارات سمك كده ومعلقه توم باودر وقد معلقه خل. لو انت بتستعملي خل نضيف حاجه بسيطه تمام لان بيبقى مركز. لو بتستعملي الخل العادي تبقي تحطي مثلا ايه كميه حلوه تمام. هنبدا نعصر كده ليمونه تمام. تمام وهقلبهم مع بعضيهم. هنبدأ كده بقى ان احنا نقلبهم في بعض. انا بحب ان انا اقطع السمك الفيليه مكعبات كده واحيانا بقطعه ايه زي الصوابع، بس يعني اكتر بحبه ايه مكعبات كده. بيبقى يا دوبك الواحد بيقدر ايه ان هو يمسكها يعني في ساندوتش في لقمة عيش حاجة تمام. كده زي ما انتم شايفين انا لسه محطتش ملح ولا توم ولا اي حاجه تكون تمام. ادي التوم اهو ههرسه بهرسه التوم اهو كده. هرسنا كام فص توم اهو زي ما انتم شايفين. انا كده حطيت الفلفل وحطيت التوم تمام. قطعت يعني قرن فلفل عليها وكده تمام. هبدا ان انا اقلبها كده زي ما انتم شايفين. انا كل ده لسه ما حطيتش الملح تمام. نبدأ بقى ننزل بالملح تمام. الملح ده بقى حسب ذوقك انتي وحسب ما انتي ايه بتحبي. خلاص هبدأ بقى ان انا اقلبه كده كويس اغطيه وهدخله التلاجة لمدة مثلا ساعة او ساعة ونص ساعتين. خلاص عقبال بقى ما اعمل له الخلطة بتاعت الدقيق الكفر بمعنى الاصح اللي احنا ايه هنغلفه بيه. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. حبيت بس افكركم قبل ما نبدا في الخلطه ما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد وعيلتنا تكبر بيكوا كده وليكوا طبعا. المهم حطينا هنا اهو دقيق تمام وهنبهره. هبدا انزل كده بنص معلقه توم باودر وهننزل برشه فلفل اسود. بصوا انا حطيت ملح لان فكرت نفسي يعني ان انا بصور تمام. حطيت ملح ربع معلقه ملح وما نكترش عشان السمك بتاعنا فيه ملح. خلاص هنقلبه كله كده في بعض وخلاص خلصنا المرحله ديت. هنشيلها كده وهنحط مكانها ده برضو دقيق تمام. هننزل عليه ب4 معالق نشا او 3 معالق حسب ما انت عايزه. اهي معلقه نشا اهي وادي التانيه وادي التالته تمام. هنقلبهم بس ببعضهم كده ان احنا ندخل النشا في قلب الدقيق. خلاص هنبدأ بقى ان احنا نبهرهم برضو بنفس التوابل. نزلنا بنص معلقة توم باودر بذرة ملح صغيرة كده تمام. هنحط معلقة كمون وذرة فلفل اسود وهنبدأ ندخل المكونات دي كلها في بعضيها.
تمام. هبدأ بقى ان انا اجيب مية عشان عايزة الخليط ده يبقى عجينة. تمام. هبدأ انزل بقى كده ايه بالمية حاجة حاجة عشان خاطر الخليط يعني ما يزيدش مني، ما يخفش، عشان مش عايزاه خفيف جدا. خلاص هبدأ بقى ان انا ايه اقلب كل ده ببعضه اهو كده زي ما انتم شايفين. هو هيتقل معاكوا ده طبيعي جدا، ما تقلقوش. بصوا احنا كده خلاص عملنا الخليط ده اهو. بصوا زي ما انتم شايفين كده، انا عايزاه في القوام ده، لا تقيل قوي ولا خفيف قوي. تمام. وادي هنا الفيليه خلاص عندنا اتبل. هبدأ اطلعه احطه في الدقيق. تمام اهو كده اعمله كده كله في الدقيق كده زي ما انتم شايفين. بصوا خلاص كده انا عملت اهو زي ما انتم شايفين. خلاص لازم ارجها كده اهو، وهرجع احطها في الخليط التاني. بصوا اهو هقوم حطها بقى في الخليط ده كده خلاص، واغرقها كده من كل النواحي. وهبدأ بقى كده ان انا اطلعها وهرجعها تاني في الدقيق. خلاص اهو كده، وهنعمل لها كفر تاني زي ما انتم شايفين. خلاص كده اهو، وهبدأ ان انا احطها كده. هعمل الكمية كلها وارجع لكم. بصوا وانا كده خلاص خلصت. تمام. دي الكمية كلها ما شاء الله كتير، فانا مش هعمل ده كله لاني ما فيش غيري انا وحسين وهاني، لان جوزي مسافر. فهعمل على قد ما هناكل، والباقي هحطه في الفريزر، اللي هو ايه مثلا يوم جاي تعبانه، يوم ورايا شغل، يوم ورايا حاجه، مش قادره اعمل اكل او حاجه، اقوم ايه مطلعه على طول على القليه يبقى جاهز. تمام. انا حطيت الطاسه على النار اهي، دي مكانها بانيه، يعني بانيه اللي هو الجاهز، فده كده من البانيه. تمام. فعادي لان انا هقلي فيه ده وهرميه. فهنزل كده ايه بقشر الليمون اللي كان عندي. خلاص. وهسيب الزيت يسخن وهرجع لكم. خلاص الزيت سخن اهو، هنقول بسم الله وهننزل كده ايه. خلاص اهو كده بقى هبدا انزل بالكميه اللي انا عايزه احطها وارجع لكم. انا اهو زي ما انتم شايفين كده مليت الطاسه اهو. تمام. وهديت عليها النار، يعني انا كنت معليه النار الاول، ولما حطيت الفيليه وطيت النار، هياخد لون من الناحيه التانية وهقلبه على الناحيه دي. حضرت كده الطبق اللي هطلع عليه وحطيت عليه مناديل. تمام. وهنقلبه بقى يلا. تمام اهو. هبدا بقى ان انا اقلبه كده على الجنب التاني اهو. هقلب بقى الكميه كلها. وكده يكون الطريقه بتاعتنا خلصت. يا رب تكون عجبتكم. عملنا النهارده فيليه سمك. بصوا مقرمش جدا، سامعين؟ ومن جوه مستوي. بصوا طعمه يجنن. انا مش قادره بس امسكه عشان هو سخن جامد. بصوا الكفر بتاعه ولا ساب ولا اي حاجه تكون. تمام. وعملنا جنبه رز. وكده ده الفيديو بتاعنا يكون خلص. ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منه كل جديد. وهاني وحسين بيقولوا لكم حطوا لايك واشتراك في القناه عشان يوصلكم كل فيديوهات الجديده. ونقدر نقول لكم مع السلامه. تنسوش تجربوا الطريقه وتكتبوا لي رايكم في الكومنتات. وان شاء الله بينا مع السلامه.